مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ بتتذكروا لما سويت هذا الكيك وغلفته هيك وفرزته؟ هلا طالعته بدي اشتغل فيه. طالعته اليوم من الفريزر. هلا رح اشيل عنه الاكياس واقطعه واشتغل فيه. طبعا الكيك انا حكيت لكم قبل هالمره شلون بخبزه. عباره عن انا بعمله اسفنجي بدون اي دسم او سائل. عباره عن بس بيض وطحين وسكر وفانيليا وبيكنج باودر. بحط لكل بيضة فنجان قهوة وسط سكر وقده فنجان كمان طحين. وبالآخر أنا بختصر يعني قد ما بدكم بتكبروا. حطيتوا 5 بيضات بتحطوا 6 فناجين طحين 6 فناجين سكر. حطيتوا 10 بيضات بتحطوا 10 ب10. يعني قد ما بدكم تعملوا حجمه 3 ب3. بالأخير بختصر شوي من السكر أنا لأنه ما بحبه يكون حلو. بعمله شوي سكر وقليل. إيه وفانيليا وبيكنج باودر بتعرفوا المقدار يعني 5 بيضات بدهم معلقة وسط فانيليا ومعلقة وسط بيكنج باودر. وهلا أنا طالعته من الفريزر قبل بيوم وهلا بقطعه وهو مجمد يعني بس يبرد تماما بعد ما أخبزه. بغلفه بنايلون ستريتش وبحطه بالفريزر. بضل قد ما بدكم يعني أسبوع 10 أيام حتى يعني لحد 20 يوم شهر ما بيأثر. أنا هلا صار لي خابزته شي أسبوع تقريبا وأكتر. هلا طالعته قبل بيوم هو مجمد. بحاول أنه أقسمه تقسيمه بكون أسهل. وهذا الإسفنجي كتير تقسيمه بكون سهل ما بعذب أبدا. بعدين هلا بدي أبلش أزين فيه. أنا طبعا رح تسألوني إنه ليش ما خبزتيه مدور خبزتيه مستطيل. أنا أول شي بدي إياه أعمله دائري بس ياسو صغير لأنه بدي أعمله على قد علبة البروتين اللي بياخدوه الرياضيين. بدي أعمله نفس شكل علبة البروتين. فأنا بدي دائرة صغيرة ما كبيرة وأنا ما عندي هالحجم صينية بنفس الحجم. لذلك أنا ما بتأيد بهاي الشغلة. بخبزه بصواني مستطيلة أو صينية الفرن الكبيرة المربعة الكبيرة ما بيأثر. بعدين أنا بقيس وبقطع حسب ما بدي القياس بقطع وبشتغل. فأنا خبزته بصحون البيركس المستطيلات وبعدين قطعت كل صحن حوالي طلع منه دائرتين يعني. فاستهلكت هون 3 صواني بيركس طلعوا عندي 6 طبقات. وكل طبقة قسمتها لاثنين لطبقتين شريحتين بالعرض يعني. فطلعوا عندي حوالي 12 طبقة. كفوني تمام لارتفاع الكيك لأنه أنا بدي إياه بارتفاع علبة البروتين. هاي اللي هلا فرجيتكم اياها. هلا بعد ما قسمته تمام بلشت بقى بدي اغلف واحشي. بسقيه. انا بحب هاي النوع طعمة هاي نكهة هاي التسقاية. دائما بساويها. بحط حليب وشوي نسكافيه وكاكاو وسكر وبسقي فيها وبكتر تسقاي. صراحة هذا اللي بنخبز بالبيت كل ما تسقى بطلع أطيب. بعدين حشيته عدة حشوات. عملت موس أنا موس شوكولا. هذا جبته جاهز والله. ظروفي جاهزة جبته من الإيكا ماكسي بس حطيت معهم حليب وخفقتهم على البارد. حشيت موس وحشيت موس كمان صوص فانيلي كمان هذا جاهز بودرة كمان حطيت معه حليب وخفقته على البارد. هلا بورجيكم إياه كيف. فطبقت الطبقات شي موس شي كريمة شي صوص الفانيلي هيك يعني بشكل عشوائي لا على التعيين. وطبقتهم هيك طبقات فوق بعضهم لحتى هيك عطى عندي أخذ عندي الشكل كامل. وطبعا أنا عملته مثل قالبين فوق بعض يعني أول قسم أول 6 حطيت لهم مثل ما شفتوا هلأ شليمونات مشان ما يخفس. حطيت فوقهم كرتونة ورجعت حطيت الطبقة الثانية قدها كمان 6 طبقات تانيات لحتى عطى الارتفاع اللازم يعني. وفي مقطع أنا عم بحدد الكيك على شكل علبة البروتين من فوق لأني أنا حطيت من فوق طبقة وحاولت بعد ما جمدته بالبراد طالعته غلفته أول شي بالجناش شوي يعني تغليفة مبدئية يعني. بعدين طالعته من الفريزر من البراد يعني وحددته هيك من فوق شوي مشان عطى هاي الحنية هيك مثل شكل علبة البروتين من فوق. هذا المقطع كنت عم بصور وطلعت مفصول التصوير وراح الفيديو وزعلت كتير انه راح هذا المقطع وما قدرت يعني ارجع اعيده لانه كتير صعب. المهم بعدين بعد ما زبطت الشكل النهائي غلفته كمان بالجناش. الجناش كمان انا محضرته من قبل بيوم. جناش شوكولا بحط كاسة كريمة سائلة دسم 36%. بحط قدامها كاستين شوكولا. أنا بستعمل شوكولا دارك يعني غامقة لأنه ما بحبها تطلع حلوة كتير. ممكن تخلطوا نوعين مع بعض لأنه الشوكولا مع حليب تطلع كتير حلوة.
بتعطي طعم كتير حلوة، والكيك حلو كتير بيطلع. يعني مرة عملته ما قدرنا ناكله، كتير طلع حلو. لذلك دايما بستخدم شوكولا غامقة، يعني بطلع أطيب. وما بحط له سكر للجناش أبدا. بحط إذا 100 ملي كريمة سائلة بحط لها 200 ملي شوكولا. وزي بالمعيار الكاسات بحط كاسة كريمة بحط لها كاستين شوكولا. أنا مصورة هاي الشغلات كلها ومنزلتها على الانستغرام وعلى اليوتيوب بفيديوهات سابقة، يعني كلهم مصورتهم. طبعا هون أنا دوبت الشوكولا بالميكروويف مثل ما شفتوا، طلعتها ودخلتها عدة مرات، كل 10 ثواني بطلع بحركة وبرد برجعها مشان ما تحترق معي. بعدين ضفت عليها بعد ما دابت على الأخير الشوكولا ضفت عليها الكريمة. هلا بضل بحركة لحتى تطلع عندي جاهزة، بصير عندي الجناش جاهز. بالنسبة للشوكولا البيضة بتختلف المقادير. بالنسبة للشوكولا البيضة بحط ضعف الشوكولا الغامقة، يعني كاسة الكريمة بحط لها 3 كاسات ونص شوكولا بيضة، لأن الشوكولا البيضة ما بتمسك. أما الشوكولا الغامقة كاسة كريمة كاستين شوكولا. هلا هيك مثل ما لكم شايفين صار عندي الجناش جاهز. هاي أنا السماكة اللي بدي إياها. طبعا هذا المقادير بالنسبة للجناش اللي بدي أغلف فيه تغليف وألبسه بعجينة سكر. أما إذا بدي إياه الجناش أصبه يكون مريء شوي، بحط كاسة كريمة وكاسة شوكولا. وهلا هذا الجناش سويته قبل بيوم، برجع هلا للكيك تاني يوم بعد ما غلفته بالجناش وانتهى على الاخير بدي البسه بقى هلا بعجينه السكر. انا بعتذر منكم كمان مقطع التلبيس بعجينه السكر ما قدرت اصوره كله لانه العجينه طلعت خربانه، ما بعرف ليش، يا اما مضيانه مدتها. انا جبتها جاهزه والله من موقع على النت. هاي اول مره يعني بجرب، خصوصي اللون الاسود. كتير عذبتني. انا بالعاده بشتري من الايكا ماكسي عجينه سكر بيضة وبلونها أنا. هالمرة ما لقيت، اضطريت أجيب هاي من الموقع، فكتير عذبتني وما كانت تمسك وتشقشقت كتير. بس الحمد لله يعني لحسن الحظ إنه الموديل فيه كتير أشياء وفيه هاي الورقة أنا ما سويتها. يعني ما حاولت إنه أساويها أرسمها بإيدي لأنه كتير صعبة وفيها كتير كتابات. ففكرت إنه أقلع الورقة من على العلبة الأصلية تبع البروتين، أشيلها ومسحتها منيح وغلفتها من وراها، يعني غلفتها بنايلون ستريتش، وبعدها دهنت عليه شوكولا ولزقتها على الكيك. هيك يعني كانت محمية وبعيدة، يعني في فاصل بينها وبين الكيك، وبنفس الوقت عطت شكل حلو كتير ودقيق، يعني طلعت نفس الصورة تمام. وبنفس الوقت غطت كل الأماكن اللي عندي هيك تشقشقت الكريمة فيها وعذبتني. وبعد ما لزقت هلأ الصورة على الكيك كمان زبطت هذا حرف العلبة من فوق، هي هيك مثل حرف هيك، يعني انه مش هيبين قلبها. انا رح احط بقلبها كمان مثل بودرة البروتين. هذا الغطاء الاصلي البلاستيك تبع العلبة الاصلية كمان غلفته بالعجينة السكر. غلفته مشان يعطي انه كأنه هو من الكيك. غلفته بعجينة السكر وبعدين ثبته بسياخ الشوي الخشب الصغار، وحطيت بقلب العلبة. هلا شوفوا الغطا مو عليه هاي الرسمة، فلما حطيت عليها عجينة السكر لحالها انطبعت هاي الرسمة وبينت كأنه أنا رسمتها يعني لحالها. طبعا عم بلزق أنا عجينة السكر بلزقها بالمي، لأنه هي عبارة عن سكر، مجرد ما حطينا لها مي بتصير دبق هيك وبتلزق يعني. فأنا بدل بودرة البروتين حطيت جوز هند، عطى هيك شكل حلو الجوز هند لأنه خشن شوي. وعملت من عجينة سكر حمراء شكل معلقة، يعني هيك حطيتها هيك بقلب الكيك، بقلب الجوز الهند كمان حطيت وثبت الغطا، وهيك صار الشكل جاهز. كتير حبيت النتيجة وما بتصدقوا بالأول انعبطت وتلبكت وهيك شوي هيك نرفزت وعصبت، قلت ينتزع يعني يا حيف على الشغل والتعب انه ما راح يزبط. بس بعدين لما لزقت الصورة وحطيت النهايات والشغلات هيك كتير طلع مرتب وحلو وبين الشغل مرتب ودقيق وما فيه أي عذر. حتى في هيك شقفة مشققة من قدام العجينة، قمت عملت شقفة سودا وكتبت عليها بالأحمر العمر، ابني عمره 22 دي يصير، حطيت رقم 22 فوقها وما بين أي شيء. ولحسن الحظ إنه كان جو عنا برد كتير تلج يعني، لذلك حطيته بالبرندة لأنه هو عالي طلع وكبير ما خرج ينحط بالبراد. فحطيته أنا دا أسافر تاني يوم يعني أخده معي، فحطيته بالبرندة. فوق تاني يوم لقيته مثل حجرة يعني متلج وفرد شقفة.
الحمد لله أخذناه ورحنا وسافرنا واحتفلت بابني وقسمناه هلا هيك، وهيك صار الشكل النهائي. وهيك هلا بعد ما تقسم والطعمة طلعت كتير كتير لذيذة، والحمد لله كله قضى على خير، وكنت كتير راضية عن النتيجة وكتير مبسوطة، والحمد لله ما تنغصت. وشكرا كتير لأنه تابعتوني للأخير، وبتمنى تشجعوني وتدعموني. وإذا أول مرة بتزوروا قناتي يا ريت تعملوا اشتراك بالقناة، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس مشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وأهلا وسهلا فيكم، وباي باي.